الله جل وعلا أجل من ذلك وأكرم من ذلك. سبحان الله. لأنه يعلم ضعفي وضعفك، ويعلم فقري وفقرك، ويعلم عجزي وعجزك، ويعلم سبحانه وتعالى أنه خلقنا من ضعف، ولولا ستره علينا لافتضحنا. فإن عاد إليه عبده في أي ساعة من ليل أو نهار فرح به، وهو الغني عنه وعن العالمين. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ومع ذلك أقول يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهو الذي يتودد إلى عباده ويتحنن إليه. شاهدوا أنه جل جلاله ينادي كل ليلة علي وأنا المذنب وعلى كل مذنب، ويقول سبحانه أنا الملك. سبحان الله. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك بالليل هذا حتى يضيء الفجر. نعم. طب وبالنهار؟ ما فيش بالنهار؟ لا أبدا. هذه رواية أبي هريرة في الصحيحين. نعم. خذ رواية أبي موسى في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن باب التوبة لا يغلق، لذا كان التائب حبيب الرحمن. فقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. تفلحون في الدنيا وتفلحون في الآخرة. والله لا فلاح إلا بالتوبة في الدنيا وفي الآخرة، ولا نجاة إلا بالتوبة في الدنيا وفي الآخرة. لأن التائب ليس مصرا على المعصية، إنما هو يعترف لربه بضعفه. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أسأل الله أن يختم لي ولإخواني وأخواتي جميعا ولك بالإسلام، وأن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا أود أن أقول أخي محمد جزاك الله خيرا، لا تستكثر أبدا أبدا. الذنوب كثيرة يا شيخ. أسأل الله أن يغفر لنا. أنا أود أن أبشر هذه الأمة بأنه مهما عظمت الذنوب وكثرت ولو كانت كبائر، فالله جل وعلا أجل وأرحم من أن يلجأ إليه عبده معترفا بذنبه ثم يغلق الباب في وجهه. يقبلنا؟ والله أبدا لا يردنا. يرد يدينا صفرا؟ والله لا يرد أيدينا صفرا أبدا. هذا وعد عن أي ذنب، عن أي ذنب مهما عظم، حتى الشرك. إزاي يا شيخ وربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشترك به؟ لا يغفر لمن إن الله لا يغفر أن يشترك به لمن مات مصرا على الشرك. أرجو أن ينتبه ليس لمن تبرأ وتاب وأب وعاد مرة ثانية للإسلام. أما من خلع رداء الشرك على عتبة الإسلام وباب التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء مقبلا تائبا فرح الله جل وعلا به، والأدلة على ذلك كثيرة.